إخواني أخواتي، السلام عليكم. موضوعنا اليوم غادي يكون في هذا الفيديو عن جائزة التميز اللي منحت الكاف للملك محمد السادس نصره الله، وكذلك غادي نشوفوا الملف المشترك ما بين إسبانيا، البرتغال، المغرب لتنظيم كأس العالم 2030. خليكم معنا في الفيديو. مونديال قطر كان العلامة التي بصمت تاريخ العرب في العالم بأسره، سواء من ناحية تنظيم قطر لهذا العرس الكروي العالمي وحتى كرويا، حيث حقق المنتخب المغربي إنجازا تاريخيا بوصوله لنصف نهائي كأس العالم، حيث يعد أول بلد عربي وإفريقي يصل لهذه الأدوار، وبات على خطوة وحيدة للوصول إلى النهائي. ويعد هذا الإنجاز التاريخي هو الحلم الذي كان ينتظره الشعب المغربي بعد الاستثمار الذي قام به الملك محمد السادس نصره الله، والذي أعطاه أولوية تامة وسخر كل ما هو ممكن للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تحت رئاسة السيد فوزي الأقجع، الذي كان دائما في الموعد وتقديم الدعم والسند والأمور اللوجستيكية للمنتخب الوطني المغربي. واليوم نجني ثمار المشروع الملكي بوصول المنتخب الوطني المغربي نصف نهائي كأس العالم للأمم، حيث خرج الملك محمد السادس والشعب المغربي في كل أرجاء المملكة المغربية يحتفلون ويرددون النشيد الوطني المغربي. اليوم قام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بمنح الملك محمد السادس والرئيس الرواندي بول كاغامي بكيغالي في رواندا جائزة التميز التي تتوج الإنجازات الاستثنائية برسم سنة 2022. وهكذا سلم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو ورئيس الاتحاد الإفريقي الكاف باتريس موتسيبي جائزة التميز لسنة 2022 لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بن موسى. وتم تسليم هذه الجائزة خلال حفل حضره رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو وأعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم ورؤساء الجمعيات أعضاء الاتحاد وبعض أساطير كرة القدم، حيث وجه الملك محمد السادس رسالة عقب تسلمه هذه الجائزة. تلاها وزير التربية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بن موسى، جاء فيها ما يلي: الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا الإمام رسول الله وآله وصحبه، أخي العزيز بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا، السيد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، السيد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أصحاب المعالي والسعادة، حضرات السيدات والسادة، يطيب لي بداية أن أعرب لكم عن عميق ترحيبي بمنح جائزة التميز لسنة 2022 من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والتي يسعدني تسلمها. وأود بهذه المناسبة أن أحيي حضور السيد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، مشيدا بالتزامه القوي تجاه كرة القدم الإفريقية. كما أشكر رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم السيد باتريس موتسيبي على دوره الريادي وجهوده من أجل تعزيز إشعاع كرة القدم الإفريقية وإعادة المصداقية لهيئاتها التقريرية. ولعل ما يجمعني بأخي فخامة الرئيس بول كاغامي الذي يحتفي به الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أيضا اليوم هو ثقتنا الراسخة في قارتنا الإفريقية وفي شبابها وقدراتها، وهذا ما يحفزنا على العمل المتواصل بحماس لا يستكين ولا يتغير بالركون إلى ما حققناه من مكتسبات. أصحاب المعالي والسعادة، حضرات السيدات والسادة، ما زلت متشبتا بالقناعة التي عبرت عنها في خطابي بمناسبة القمة 29 لقادة دول وحكومات الاتحاد الإفريقي في سنة 2017، الذي أكدت فيه أن مستقبل إفريقيا يبقى رهينا بشبابها، وأن انتهاز سياسة إرادية موجهة نحو الشباب من شأنه تركيز الطاقات على التنمية. إن هذه الجائزة التي تمنح لي اليوم هي أولا وقبل كل شيء تكريم لعبقرية إفريقيا وشبابها المتألق، فهي تمثل بالنسبة لي اعترافا بالاختيارات التي انتهجتها من أجل توفير الظروف الكفيلة بإبراز هذه العبقرية والنهوض بها، وذلك لأن كرة القدم
ليست رياضة فحسب، بل هي ثمرة بناء وعمل متواصلين. ولقد حرصت دوما على جعل كرة القدم في بلدي المملكة المغربية ركيزة للنجاح ورافعة التنمية البشرية المستدامة، فلئن كانت لعبة تستأثر بقلوب الملايين وموهبة تعكس طاقة إبداعية خلاقة، فهي تقوم أيضا على أساس رؤية مستقبلية والتزام طويل النفس وحكامة قوامها النجاح والشفافية واستمرار في البنيات التحتية وفي الرأس البشري. وبقدر ما شرفت كرة القدم المغربية القارة الإفريقية خلال كأس العالم الأخيرة بقطر، فإنها قد أعلت من شأن القيم الإنسانية المتمثلة في روح المثابرة ونكران الذات والدفع بالقدرات الذاتية إلى أقصى الحدود، وهي القيم التي حرصنا على ترسيخها من خلال ضم الرياضة إلى التربية بشكل خاص وتحرير الطاقات ومواكبة ما يتم اكتشافه من مواهب بما يناسب من تكوين وتأهيل. وقد أثبتت المملكة المغربية في مناسبات عديدة وبالعمل الملموس أنها تضع إمكانياتها وبنياتها التحتية وتجربتها لا سيما في مجال كرة القدم رهن إشارة جميع البلدان الإفريقية الشقيقة الراعية بدورها في جعل الشباب دعامة للأمل والنمو، وذلك لأن طموحي من أجل بلدي لا يضاهيه في جوهره سوى طموحي من أجل القارة الإفريقية. أصحاب المعالي والسعادة، حضرات السيدات والسادة، من هذا المنطلق أعلن أمام جمعكم هذا أن المملكة المغربية قد قررت بمعية إسبانيا والبرتغال تقديم ترشيح مشترك لتنظيم كأس العالم لسنة 2030، وسيحمل هذا الترشيح المشترك الذي يعد سابقة في تاريخ كرة القدم عنوان الربط بين إفريقيا وأوروبا وبين شمال البحر الأبيض المتوسط وجنوبه وبين القارة الإفريقية والعالم العربي والفضاء الأورو متوسطي، كما سيجسد أسمى معاني الالتئام حول أفضل ما لدى هذا الجانب أو ذاك، وينتصب شاهدا على تضافر جهود العبقرية والإبداع وتكامل الخبرات والإمكانيات. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وانطلاقا من هذه الرسالة، فإن المغرب عازم على طلب الترشيح لتنظيم كأس العالم، والذي سيكون مشتركا بين الدول العظمى، الدول الكبيرة، ومن الدول كذلك التي عندها مسار كبير رياضيا واقتصاديا واجتماعيا وسياحيا، ولا ننسى القرب الجغرافي والترابط كدول البحر الأبيض المتوسط. وفي هذه الرسالة أيضا توضيح أكثر من جلالة الملك للفحوى والغاية من هذا الملف المشترك، حيث يعد سابقة في تاريخ كرة القدم على الصعيد العالمي، وهو عنوان الربط بين إفريقيا وأوروبا وبين شمال البحر الأبيض المتوسط وجنوبه وبين القارة الإفريقية والعالم العربي والفضاء الأورو المتوسطي، مشددا على أن هذه في حد ذاتها لها أبعاد سياسية اجتماعية إنسانية رياضية. وتابع جلالة الملك قائلا أنه يجسد أسمى معاني الالتئام حول أفضل ما لدى هذا الجانب أو ذاك، وينصب شاهدا على تضافر جهود العبقرية والإبداع وتكامل الخيرات والإمكانيات، وهذا نجاح كبير. أنا شخصيا جد متفائل بهذا الترشيح، حيث إفريقيا بدون شك سوف تدعم الملف المغربي، وأوروبا تكون إلى جانب إسبانيا والبرتغال، ويمكن أن نقول إن شاء الله سوف تكون سابقة من نوعها، وكأس العالم 2030 سيكون من نصيب هذا الملف
المشترك بين المغرب، إسبانيا، البرتغال. هنا وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو. أتمنى أن ينال إعجابكم، ولا تنسوا دعمكم لهذه القناة عبر التفاعل وضغط على زر الاشتراك وتفعيل زر الجرس، ولا تنسوا تعليقاتكم لكي تدعمونا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.